السلام عليكم، اهلا بكم اعزائي في قناه رسمه وورد. اليوم راح نشوفوا البغرير. هذه الكميه تقطع لكم 15 حبه، تقطع لكم 15 حبه. تصمغوه بالزبده والعسل ولا بزيت الزيتون، كما تحبوا. ويؤخذ مع لاتاي او البنتين اللي تقدروا. اذا بلا ما نطول عليكم ندوزوا الى المقادير وكيفيه التحضير. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا نديرو البغرير إكسبريس تاع الخلاط. عندنا هنايا واش نديرو؟ نبداو بالسميد، لازم يكون سميد رطب. هاو كيفاش يكون السميد، هاهو رطب. عندنا ربعة كيسان يكونوا مسوحين تاع سميد رطب. تاني ثالث، وهذا الرابع. دوكا نزيدو بسم الله جوج مغارف بومبي تاع لافارين. بسم الله، وحده، تبعوني، زوج، درنا واش كاع مع بعضاهم. الخميره عندنا زوج مغارف كبار، وحده، زوج. خميره فوريه تاع الخبز. عندنا السكر زوج مغارف كذلك. الملح ما نكثروش الملح، نديرو نصف ملعقه. ها شحال ديروا الملح؟ هذه ملعقه كبيره. ها شحال ديروا الملح؟ نديروه منا. ما نحبش كثر الملح، نخليها على كوتي. بون واش نزيدو نديرو هنايا؟ نخلطو النواشف كاع مع بعضاهم. دوك واش نديرو؟ دوك نديرو 6 كيسان تاع ماء دافي ونشوفو بالك نقدروا نزيدوه. بسم الله. بون وحده، زوج، يكون دافي ماشي سخونه. 3، 4، 5، 6. ونقدروا نزيدوا الماء من بعد على حساب السميد، على حساب السميد. خلط بملعقه دابور، نخلطوه شويه حتى يتخلط مليح باش نديرو الفوي باتور. ما نديروش الخلاط، ما نديروش دركا، نخلطو الصح. بسم الله. بون انا حنستعمل هنايا البغا ميكسور، واللي ما عندوش البغا ميكسور يقدر يستعمل الخلاط ولا يدير الفويي. شنو لا غوسيت تاعي هذه فيها مكون سري، بعد نقول لكم عليه في الاخير، نضيفوه اصلا في الاخير وماشي لا ليفير، باش يديركم مليح الفقاعات. راك تشوفوا كيفاش شرب. تسمى هنا هذا مازال يزيد يخصو الماء. واحد عينو ميزانو، وما يجيش كيما هكا، لازم نزيدو له شويه ماء. اصلا نزيد له شويه ماء، كاس اخر. وجدت له قدر تاع ماء سخون.
تسمى حكم لي هذا السميدي يشرب، حكم لي 7 كيسان. لو كان نبدا نضربو بالبغا ميكسور ونشوف. فوالا نضربو مدة 3 إلى 4 دقائق ومن بعد نشوف. بسم الله. نميلوه للبغا ميكسور، نبيلوه باش يخرجوا البقعات اللي الفوق. دوكا نضربهم بعد نعاود نولي ليكم. اذا في الاخير نزيدو 3 اكياس تاع خميره الحلويات اللي الوزن تاعها 10 غرامات. باسكو دوكا الشتا ما يخرج، كان الصيف ديروا 2، مي في الشتا ديروا 3. فوالا ونزيدو ملعقتين تاع خل طبيعي، تاع خل. هذه الملعقه الاولى تاع الخل الطبيعي، هذه الملعقه الثانيه تاع الخل. نزيدو نضربوه بالباتور دقيقه وندوزو نطيبو. بدا يخرج في الفقاعات. راك تشوف هذا كاع ما ضربتوش بالباتور. شوف كنت نضربو بالباتور ونعاود نولي لكم، نعاود ندوز ديريكتومون، ما نخلوش يختمر ديريكتومون، ندوزوه للطهي. هذا هو القوام تاعو في الاخير. ها معمر بالفقاعات، ها شوفوا ها معمر بالفقاعات. وكندوزو ديريكتومون للطهي. لازم تكون عندكم مقلاة غير لاصقه، تكون ثقيله، ولا طاجين. انا حنديرو في الطاجين، طاجين تاع الطين. نمسح الطاجين بالزيت هكذا بسرعه. بعد نبداو نفرغ. كي يسخن نبداو نفرغ، لازم تكون النار قويه. دوك نحطو الاولى. بسم الله على بركه الله. بسم الله. حاولوا نمشوها شويه كيما هكا. ها هي البغيره تاعنا الاولى. ها شوفوا كيفاش تخرج الثقوب. ها ناجح 100% ان شاء الله. نخلوها تحمر مليح ومن بعد كي نحوها. هذه راهي في الطاجين ماشي حتى في المقله. هاي لك الثانيه. شو تمسحوا مليح الطاجين تاعكم بالزيت، تخرج يعني ما شاء الله ناجحه 100%. كي تنشف مليح نحوها وندوزو الاخرين ان شاء الله. ها في المقله، تكون مقله غير لاصقه. ها شوفوا، ها تصلح في الزوج، ما تقولوش ما عندناش طاجين. ها نستناوها حتى تحمر. ها هاي خلصناها حتى تحمر ونحوها. تاعنا هاوليك. ها خرج ما شاء الله. شوف كيفاه مثقب. دوك نسمروه وناكلوه طري كالزبده. شوف. اذا الى ان نلتقي في فيديو اخر. تهلاو في روحتكم ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.